اللي دخل المرمى. ده الهدف الثاني طبعا. الشرح بتاعه احنا عاملين يعني المارك كده على الاماكن اللي تسببت في دخول الهدف. ده شكل الهدف من البدايه. الشرح بقى بتاعه، بص حضرتك كام لعيب من منتخب مصر مضروب، الكره طلعت عند الحكم كده بالظبط. بص كام واحد، محمد حمدي اللي هو عندنا ناحيه الشمال ده، تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد، زيزو هناك، حمدي فتحي، محمد هاني. انت بص كام لعيب. بص في فري سبيس كبيره جدا، ما ينفعش نص ملعب يبقى فاضي كده ما فيهوش. 7 لعيبه يا كابتن بيتضربوا، 7 لعيبه. 7 لعيبه ده يدي لك الكوره كانت معانا واتقطعت فجاه، كانت بتتبصل لصلاح واتقطعت. هتطلع للراجل اللي جنب الحكم اللي هو في نص الملعب رقم 6 ده. هيبدا حمدي فتحي يطلع يضغط عليه، يعني هيبدا حمدي فتحي يطلع يضغط عليه، هيتضرب ب1 2 في نص الملعب اللي طلع فيها محمد عبد المنعم. انا المفروض كراجل سنتر باك او 3 مدافعين اللي هم اصلا مش باينين في الكادر لحد دلوقتي. بص حضرتك، حمدي فتحي اتضرب في نص الملعب، بقى عندي كام لعيب في خط ظهري؟ محمد عبد المنعم والنني وحجازي، ومعايا مين؟ محمد هاني ومحمد حمدي، الاثنين بره الكوره بالظبط. النني وحجازي وعبد المنعم اقرب 2 بالنسبه ارجع تاني الصوره اللي فاتت دي معلش. ايوه دي النني وحجازي اقرب 2 للكوره. الطبيعي ان انا في الموقف ده ما اطلعش اقابل انا على عبد المنعم، ما اطلعش انا ابدا ان انا اعمل ديلي لحد ما اللعيبه بتاعتي ترجع، يبقى في ارتداد دفاعي ما بيعش نفسي. طب نفترض ان هو خد قرار وطلع منه لنفسه، لازم الاثنين دول يغطوه، النني يخش في العمق وحجازي يخش يغطي الفري سبيس ده. خلاص انت قفلت، عملت البلوك كده. حتى لو الراجل النني برضه يعني وراه لعيب اللي هو الجناح اليمين ده، مش مشكله يا كابتن. الكره الراجل بظهره، الراجل هنا بظهره لسه ما بانش الكادر بالنسبه له. لو انا قفلته وعملت بلوك خلاص محمد حمدي هيكون رجع قرا الموقف خلاص، لان الراجل اصلا هيعمل باك باص، يعني الراجل هيعمل 1 2 مع 6 ده. فبعد كده 8 ده اللي هو ما بين حجازي ومحمد هاني هو اللي هيضرب حجازي وهيضرب محمد عبد المنعم في المساحه الفاضيه. برضو يعني ممكن نجري شويه. يعني بص حضرتك، انت هنا اتضربت 6 7 لعيبه بره الكوره خالص في نص ملعبك. الفيديو لما يمشي اتعمل عليك 1 2 في نص الملعب ما بين السنتر باك، ما بين نص الملعب والفيرود. تمام. الطبيعي ان انا اعمل الديلي ده، الديلي اللي بقول لحضرتك عليه. خلاص انا الديلي ده اللي المفروض كان يحصل بلوك. فانت عندك ضغط ففضى مساحه في 2 اوبشن، يا اما الديلي واعمل بلوك لحد ما الناس ترجع بالمنظر ده، يا اما وبعد كده حد من الثلاثه الاربعه يطلع يقابل والثلاثه تحته، يا اما لو هو خد القرار زي ما هو خد يعني ان انا اطلع اقابل، عنده حاجتين برضو. ما دام طلعت تقابل ما ينفعش اطلع واقف. هو محمد عبد المنعم للاسف طلع وفضل واقف، ساب الراجل بالكوره، اطلع دبدب وراه، دب وراه، اخرجه عن تركيزه، عامل فاول لحد ما اللعيبه ترجع تاني. دي الخبرات اللي احنا بنتكلم عليها، ويكون الثلاثه اللي في ظهره غطوا الحته دي بشكل كويس. لو جرينا برضه هيبان اللي انا بقول لحضرتك. بص الطبيعي ان انا اطلع اقابل اكمل عليه، طلعت قابلت الثلاثه نزلوا تحتي، خلاص الباكين عندي نزلوا، قطعت الكوره بمنتهى السهوله. ما كانش ده هيحصل تماما. ده بجانب ان حجازي طبعا باع نفسه برضه في حته التاكلينج. لو انا كنت شايف ان حجازي لو كان كمل معاه يجري معاه بشكل قطري او النني حتى، هو سريع برضه خلي بالك، هو اسرع من حجازي ايا كان. كابتن انت بتقرا، بس هو ايوه انا بقول لك، انا قلت كده لازم يجري ما يتزحلقش، ما يبيعش نفسه. هو يعني حجازي خد اسهل قرار ان هو قال لك انا ممكن اتزحلق اخلص الموقف، لكن برضه في النهايه اخطاء بنتعلم منها، مفيش اي مشكله. بص حضرتك ده الشكل بيبين برضه اكتر من خلال الزوم بتاع الجرافيك كده من فوق. ده المنظر الطبيعي اللي المفروض يشتغل بيه اي 4 مدافعين، باكين و2 سنتر باكين. يعني انا شايف ان ده كانت من يعني ابرز الاخطاء بتاعت منتخب مصر، واللي تسببت طبعا في استقبالنا هدفين يعني كنا بغنى عنهم يعني. طيب